الفريكاسي كيف ينجح معاكم وتطلع العجينة خفيفة ومش شاربة زيت؟ هنعطيكم طريقتي بالتفصيل ومعاها أحلى حشوة. خدوا الوصفة وخزنوها عندكم ولازم تديروها في رمضان. مقادير العجينة: نخلط الدقيق مع الدحي والملح، نبعد عن الخميرة أكيد، ونحطوا السكر ونحطوا زيت والمية، نحاولوا نضيفوها بالتدريج. نعجنوا كويس كويس لعند ما تكون عنا عجينة ملسة، ونخلوها تخمر ويتضاعف حجمها. بعد ما تضاعف حجمها نفردها بالنشابة، ونحاول يعني ما نخليش الغلظ بتاع العجينة يعني غليظ ولا رقيق، وسط. بعدين باستخدام القطاعة نقطع العجينة كلها ونتخلص من الزوائد ونستفيد منها مرة تانية. بعدين بإيد هيك نحاول نمد العجينة شوية بحيث نحصل شكل بيضاوي، الشكل متعارف عليه للفريكاسي، ونخليهن يخمرن، نغطيهن. الحشوة هي بطاطا مقلية، فلفل مقلي حلو اقلوه، معدنوس، وحطوا زيتون، ولازم من الهريسة. طبعا أنا هنا مستخدمة هريستنا العربية، تاكلوا استخدموا هريسة تونسية خفوها بمية، والدحي المسلوق. وبعدين أهم حاجة هو كونة تونة، هو البطل بتاعنا. تونة كونة معروف